السلام عليكم الاخوان، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عاوتاني في هذا الفيديو غندويو على المنتخب الوطني المغربي ديالنا اللي حقق واحد الانجاز كبير قدام منتخب اللي عالمي اللي هو المنتخب ديال بلجيكا. يعني باش تكون واحد المنتخب اللي ماشي من المنتخبات ديال المقدمه والضرب، واحد المنتخب اللي كيتكلاصا المرتبه الثانيه في التصنيفات ديال فيفا ديال هذا العام، ماشي شي حاجه اللي سهله ابدا، واللي كتعطي المنتخب الوطني ديالنا المغربي نسبه تقريبا 90% ديال الحظوظ باش يدوز للدور الثاني ديال هذه البطوله ديال كاس العالم المنظمه في قطر. مهم في الاول ما تنساش لي لايك سبسكرايب، مهمين بزاف. وبلا ما نطول عليكم نبداو في الفيديو ديالنا. بالنسبه لي شخصيا كنشوف الانجاز اللي داروا الركراكي مع اللعابه ديال المنتخب ديالنا واحد الانجاز كيفوق داكشي اللي دارت السعوديه قدام الارجنتين. غنوضح لكم كيفاش. السعوديه قدمت واحد الاداء زوين قدام الارجنتين واستطاعت زعما ترجع من النتيجه ديال 1-0 باش تربح ل2-1، وهذا الشيء كامل دارته قدام الارجنتين اللي كيلعب فيها تقريبا احسن لاعب في العالم اللي هو ميسي، غني عن التعريف. اضافه الى ان المنتخب ديال الارجنتين هو مصنف قوي باش يدي هذه النسخه من كاس العالم ديال هذا العام. ولكن بلاتي المنتخب ديالنا ديال المغرب تعادل مع منتخب كرواتيا. باش نوضح لكم نقرب لكم الفكره شنو هو منتخب كرواتيا، هو داك المنتخب الوصيف ديال كاس العالم 2018، يعني هو اللي لعب الفينال قدام البطل اللي كانت فرنسا في 2018 المونديال ديال اللي تقام في روسيا 2018. يعني واحد المنتخب لا يستهان به ابدا، ودار واحد الانجاز كبير في البطوله ولا المونديال ديال 2018. وإلا جاي ندويو على بلجيكا بزاف ديال الناس هذا الماتش اصلا بزاف ديال الناس تقول لك بلجيكا ما لعباتش، ما كانتش في المستوى ديالها، داكشي علاش تغلبات. بلجيكا هي ما كانتش في المستوى ديالها، ولكن حتى حنايا لعبنا كره. يعني ها هي لعبات قدام كندا، وكندا ماشي فرقه اللي يستهانوا بها، كتفتح اللعب كتضغط على المنافس، مع ذلك خسرات قدام بلجيكا. ولكن حنايا ربحنا بلجيكا اداء ونتيجه، يعني كليناهم في الوسط واخا هما كيتعتبروا عندهم بزاف ديال اللعابه اللي النخبه ديال اللي كيلعبوا في الوسط، يعني النخبه في المراكز ديال اللي كيلعبوا في السونتر تيران. مع ذلك استطعنا نتغلبوا على الخطوره ديال هاد اللعابه اللي من بينهم الغني عن التعريف دي بروين. وإلا بغينا ندويو على بلجيكا كمرتبه ديالو ما بين المنتخبات ديال العالم، فراه هو اللي مكلاسي المرتبه الثانيه مورا البرازيل في التصنيفات ديال فيفا ديال العام 2022. وهذه المعلومه كنعاودها بزاف ديال المرات، لحقاش هذه ماشي شي حاجه اللي سهله تغلب كمنتخب. كتكلاسي تقريبا المنتخب المغربي كتكلاسي تقريبا 24 في التصنيفات ديال فيفا، وكتغلب على صاحب التصنيف الثاني. يعني الارقام ولا التصنيفات ماشي كلشي، اللعب الكره هي اللي كتصنف على حسب كل واحد واللعب ديالو والمجهود ديالو اللي تحط في التيران. وبصراحه المجهود اللي دار الناخب الوطني الركراكي مع اللعابه ديالو في ذاك الماتش واحد المجهود كبير بزاف. وإلا استمروا على هذا الاداء وعلى هذا النسق ديال اللعب ان شاء الله غيمشيو بعيد، غيمشيو حتى ابعد من هذا الدور اللي جاي لقدام، وهذا الشيء اللي نتمناوه كمغاربه. مهم ما نبغيش نطول، واخا بزاف ديال الهضره بزاف ما يتقال، ولكن ما نبغيش نطول عليكم. نتمنى الفيديو اللي عجبكم، ما تنساوش ليا لايك سبسكرايب، مهمين بزاف ليا. ونشوفكم في فيديوهات الماجيين ان شاء الله. تهلاو في راسكم، تبارك الله عليكم.